يا ترى أنا اللي بختار الطعم ولا الطعم هو اللي بقى بيختارني؟ ده سؤال بسيط، بس لو فكرت فيه صح هتلاقي إن إجابته بتحكي عليك أكتر مما أنت متخيل. في حاسة في جسمك ممكن تشتغل قبل وعيك، حاسة صغيرة بس أول ما تستقبل إشارة المخ بيبدأ يفسر والجسم بيبدأ يستعد ورغبتك ممكن تتحرك، وكل ده بيحصل قبل ما أنت تلحق تسأل نفسك أصلا يا ترى أنا فعلا عايز ده ولا في حاجة مسيطرة عليا؟ احنا فاكرين ان حاسة التذوق حاسة بسيطة، طعم حلو وطعم وحش وحاجة عجبتني او حاجة ما عجبتنيش، لكن الحقيقة ان التذوق مش مجرد احساس على اللسان، ده نظام انذار ونظام اختيار ونظام مكافأة وباب من اسرع الابواب اللي بتوصل بين الجسم والمخ والنفس. والغريب ان واحدة من اشهر المعلومات اللي اتعلمناها عنها طلعت مش دقيقة. مش صحيح ان اللسان خريطة ثابتة، طرفه للحلو وجوانبه للمالح والحامض واخره للمر. الحقيقة إن اللسان أعقد من كده، وأغلب مناطق التذوق فيه تقدر تلقط أكتر من طعم. يعني الموضوع مش أنا بحب الطعم ده ليه، السؤال الأخطر إيه اللي بيحصل جواك أول لما الطعم دوت يلمس لسانك. وعلشان كده كلامنا عن حاسة التذوق مش كحاسة مرتبطة بالأكل بس، لكن كباب من أبواب الجسم والقلب والعقل. وقبل ما ندخل في تأثيرها علينا وإحنا كبار، خلينا نرجع للحظة بدري جدا في حياتنا. الطفل قبل ما يعرف يتكلم وقبل ما يفهم يعني إيه خطر، أي حاجة بيمسكها بيحاول يحطها في بقه. وده مش معناه إن الحلقة عن الأطفال، ده معناه إن الفم من بدري جدا بيكون أداة استكشاف. الطفل بيستخدمه علشان يعرف العالم، يا ترى طرية ولا ناشفة، ناعمة ولا خشنة، غريبة ولا مألوفة، ينفع تقرب ولا لازم يبعد. يعني الفم مش للأكل بس، من أول حياتنا تقريبا الفم باب معرفة، وبعد سنين نفس الباب ده ممكن يبقى باب شكر وممكن يبقى باب هروب. وده يخلينا نبص لحاسة التذوق بشكل مختلف. التذوق مش معمول علشان المتعة بس، التذوق كمان نظام حماية. يعني لسانك مش شغال علشان يقولك دي حاجة لذيذة وخلاص، أحيانا هو بيحاول يحذرك، وأحيانا بيشدك لحاجة جسمك محتاجها، وأحيانا بيخليك ترفض حاجة ممكن تضرك. والعلماء بيتكلموا عن 5 مذاقات أساسية: الحلو والمالح والحامض والمر والأمامي. الأمامي دوت طعم غني ومشبع، بتحسه في أكلات معينة فيها بروتينات أو عمق في الطعم. الحلو غالبا جسمك بيربطه بالطاقة، أما المالح فهو مرتبط بالأملاح، أما الحامض فممكن ينبهك لحموضة شديدة، أما المر ففي أوقات كتير بيبقى جرس إنذار، أما الأمامي فهو مرتبط بحاجة الجسم ممكن يستفيد منها. يعني اللسان مش بيقولك بس أنا بحب ده أو أنا ما بحبش ده، اللسان بيبعت لك إشارات: أقرب أو أبعد أو أقبل أو أرفض أو أستعد أو أخلي بالي. ومن هنا بقى تبدأ الخطورة، لأن نفس الباب اللي بيحميك ممكن يتلعب بيه، نفس الحاجة اللي بتقولك خلي بالك من اللي يدخل جسمك ممكن العالم الحديث اللي احنا فيه يستخدمها علشان يخليك تدخل أكتر وأكتر من غير ما تاخد بالك، زي إعلان أو صورة أو شكل معين أو قرمشة أو سكر أو عرض سريع أو توصيل في نص ساعة مثلا. وفجأة تلاقي نفسك عايز حاجة مش لأنك محتاجها، لكن لأن رغبتك اتفعلت، مش لأن جسمك قالك أنا محتاج، لكن لأن الحاسة اتشدت. وهنا لازم نفرق ما بين حاجتين: إنك تستمتع بنعمة ربنا، وإن النعمة تتحول لزرار بيتضغط بيه عليك. الاستمتاع مش غلط، إنك تاكل حاجة حلال وتحس بطعمها وتقول الحمد لله، ده شيء جميل. المشكلة تبدأ لما الطعم يبقى أقوى من قرارك، لما تبقى عارف إنك مش محتاج بس بتكمل، لما تقول آخر مرة وترجع تاني، لما بتكون شبعان بس نفسك لسه بتطلب، لما تحس إن في حاجة جواك مش راضية تهدى غير بلقمة أو طعم أو حتى طلب جديد. ساعتها الموضوع ما يبقاش عن الأكل بس، بيبقى عن النفس، لأن في فرق كبير ما بين أنا جعان وبين أنا متوتر ومحتاج أسكت التوتر ده. في فرق كبير ما بين أنا محتاج طاقة وبين أنا زهقان ومحتاج أي إحساس سريع. في فرق ما بين أنا باكل وبين أنا بهرب، وده مش اتهام ولا جلد للذات، دي محاولة نفهم إيه اللي بيحصل جوانا. ليه أحيانا الطعم بيكسب القرار؟ ليه حاجة بسيطة بتخلينا نغير نيتنا؟ ليه الواحد بيبقى عارف إنه هيتضايق بعدين
مسؤولين ومع ذلك بيكمل. الإجابة مش دايما ضعف أخلاق، أحيانا هي بتبقى عادة اتكررت كتير. كل مرة تتضايق وتروح للطعم انت بتعلم نفسك ان ده طريق للهروب. كل مرة تزهق وتاكل انت بتربط الملل بالأكل. كل مرة تتوتر وتدور على حاجة مسكرة أو دسمة انت بتقول لجسمك أول لما نتعب نروح هنا. ومع التكرار العادة بتسبق التفكير، تلاقي إيدك اتحركت قبل عقلك، وتلاقي القرار اتاخد قبل ما تسأل نفسك أنا فعلا عايز ده؟ والحكاية مش بس نفسية، في الجسم نفسه أول لما الطعم يوصل للبق الجسم يبدأ يستعد، اللعاب يزيد والمخ بيستقبل إشارة والجهاز الهضمي يبدأ يجهز نفسه. كأن أول لمسة طعم بتقول للجسم استعد، في حاجة داخلة. يعني الطعم مش مجرد إحساس على اللسان، دي رسالة للجسم كله. وعلشان كده أول لقمة ممكن تغير مودك، أول طعم ممكن يفتح رغبتك، أول حاجة مسكرة ممكن تحسسك بمكافأة سريعة. وهنا نفهم ليه الموضوع أعمق من جملة أنا بحب الأكل. لا، أنت بتتعامل مع حاسة متوصلة بالمخ والرغبة والعادة والمكافأة. وعلشان كده الشركات مش بتبيع لك طعم بس، هي بتبيع لك حالة، بتقولك كافئ نفسك أو افصل من الضغط أو اهرب من الزهق أو خد لحظة لنفسك أو أنت تستاهل. هي مش بتكلم معدتك بس، هي بتكلم الجزء اللي جواك وعايز يرتاح بسرعة. وده يخلي السؤال الحقيقي مش أنت بتحب الطعم ده ليه، السؤال الحقيقي إيه اللي الطعم ده بيعمله فيك؟ هل بيخليك شاكر ولا بيخليك متعلق؟ هل بيديلك متعة طبيعية ولا بيفتح باب فقدان سيطرة؟ هل بيقربك من الوعي ولا بيخليك تهرب من نفسك؟ وهنا الدين مش ضد الأكل ومش ضد اللذة ومش ضد إنك تستمتع بالحلال. بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية فيها توازن عجيب. ربنا قال كلوا واشربوا، يعني مش مطلوب منك تكره النعمة ولا تعيش محروم ولا تحس إن كل لذة حلال تهمة. لكن بعدها مباشرة قال ولا تسرفوا، يعني استمتع، بس ما تسيبش الاستمتاع دوت يتحول لسيطرة. خلي بالك دي قاعدة كاملة، خد من النعمة لكن ما تضيعش نفسك فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عظيم عن البطن: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث ده مش دعوة للحرمان، ده دعوة للاتزان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ما تملاش الوعاء ده لآخره، ما تخليش البطن تبقى هي مركز القيادة، ما تخليش الرغبة البسيطة تبقى هي اللي بتحركك. والجميل إن الدين هنا مش بيكسر الإنسان، الدين بيرجع له قيادته، بيقول له استمتع بس خليك صاحي، كل بس ما تصرفش، دوق بس ما تتعلقش، خد من الدنيا بس ما تخليهاش تاخدك. ودي هي الفكرة الأساسية في الحلقة. حاسة التذوق باب يدخل منه شكر وباب يدخل منه إسراف، باب يخليك تحس بالنعمة وباب ممكن يخليك تهرب من نفسك، باب ممكن يحميك وباب ممكن يتحول لنقطة ضعف لو اتساب من غير وعي. طيب نعمل إيه؟ مش هقولك 10 خطوات، خلينا في 4 حاجات بس. أول حاجة، اسأل نفسك قبل ما تستجيب للرغبة: هل فعلا أنا محتاج ده ولا أنا بس عايز أغير إحساسي؟ السؤال ده لوحده ممكن يوقف التلقائية. تاني حاجة، ما تتعاملش مع كل إحساس بالأكل. لو متوتر سمي التوتر، ولو زهقان اعترف بالزهق، ولو مضغوط قول أنا مضغوط، ولو حزين ما تغطيش الحزن بطعم سريع. الإحساس اللي ما تسميهوش غالبا هتتصرفه غلط. ثالث حاجة، خليك حاضر وانت بتاكل. مش كل لقمة لازم تبقى قدام شاشة، مش كل وجبة لازم تبقى مع موبايل، لأنك لو مش حاضر هتاكل أكتر من غير ما تحس. رابع حاجة، ارجع للشكر، قول بسم الله، كل بهدوء، لاحظ النعمة وافتكر ان نفس اللقمة اللي انت ممكن تاكلها بغفلة غيرك بيتبناها. الشكر بيهذب المتعة وبيخليها نعمة مش استهلاك. وفي الآخر، أول ما جينا الدنيا كان الفم من أول أبواب المعرفة، لكن مع الوقت نفس الباب دوت ممكن يتحول، ممكن يبقى باب شكر وممكن يبقى باب هروب وممكن يبقى طريق للوعي وممكن يبقى طريق للعادة.
ممكن يخليك تقول الحمد لله، وممكن يخليك تقول أنا مش قادر أبطل. فالخطر مش في الطعم نفسه، الخطر إنك تفقد نفسك قدام. مش كل حاجة حلوة لازم تتبعها، ومش كل رغبة لازم تطيعها، ومش كل طعم يشدك يبقى مناسب يدخل حياتك. لأن الحرية مش إنك تاخد كل اللي نفسك فيه، الحرية إنك تقدر تقول كفاية. وده كان الباب الثالث من أبواب القلب، حاسة التذوق، الحاسة اللي تبدأ بسؤال بسيط طعمها إيه؟ لكن لو بصيت أعمق هتلاقي السؤال الحقيقي: أنا اللي بختار الطعم ولا الطعم هو اللي بقى بيختارني؟